صباح الورد لأجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير. ناس كتير سألتني على العيش البلدي، على أقل كمية ممكن نعملها ازاي وايه المقادير بتاعتها. النهاردة هنعمل أقل كمية نص كيلو دقيق. طلع معانا كمية ممتازة وعيش قمر زي ما انتوا شايفين. عندي نص كيلو دقيق. يفضل ان احنا نستخدم دقيق التموين، بس يكون دقيق احنا عارفين ان هو مش العرق بتاعه سايب، يعني نكون خبزنا منه وعارفينه قبل كده. عندي النص كيلو دي حطيت عليهم معلقة خميرة فورية، بما انه انا هنا عندي الجو لسه ساقعة للأسف، فانا حطيت معلقة خميرة فورية على النص كيلو. لكن لو الجو حار زي في مصر يبقى نص معلقة حلو خالص، وعليهم رشة ملح وربع معلقة من السكر، وما نزودش السكر علشان ما يسيحش معانا العيش. وعجنهم كويس وخلي العجينة كده مايلة للطرية شوية، واسيبهم لحد ما يختمروا. وده شكلهم بعد ما اختمروا عدى في حدود ساعة، علشان قلتلكم انا الجو هنا عندي ساقع شوية، فاخدوا معايا ساعة بالظبط. بعد كده جبت طبق كبير او صينية وفرشت عليها شوية ردة محترمين، وهقطع العيش بتاعي. انا العيش النهاردة هعمله للكبدة وللحواوشي، فانا مش عايزة المقاس بتاعه يكون كبير، فانا عملته كده وسط زي ما انتوا شايفين. ممكن تكبروه او تصغروه او تعملوه زي ما انا عاملاه كده، تمام. اقطع العيش بتاعي واحط كده ابدره من فوق بشوية دقيق صغيرين وانزله على الردة، وبعد كده اغطيه واسيبه بس يريح 5 دقايق لحد ما اشغل الفرن وتسخن. حابة تعمليه على عين البوتاجاز، بتحطي كده طاسة على عين البوتاجاز وتشمعيه على الناحيتين 30 ثانية على كل ناحية، وبعد كده تدخليه الفرن. او لو الفرن عندك شغالة من تحت ومن فوق، تمام، بيبقى حلو خالص واسهل بصراحة. النهاردة احنا هنعمل فرن الخبيز. بعد ما عدى حوالي 5 دقايق كانت الفرن اشتغلت وسخنت، فردت رغيفين 3 وبعد كده هبدأ اسوي علشان بس الفرن ما تفضلش شغالة على الفاضي. ولو حابين تفردوا كل الكمية وبعد كده تسووا، ضروري تغطوا العيش علشان بس ما ينشفش الوش بتاعه، وتلاقوا كده شكله مش احلى حاجة بعد ما يطلع من الفرن. فيفضل ان احنا نغطيه، او لو انت ايدك ماشي او شغالين مع حد وعاملين كمية كبيرة، فعادي تفردوا وترصوا على طول في الفرن، هيستوي ويبقى زي الفل، والشكل بتاعه هيطلع تحفة وقمر. بالنسبة للفرن اللي انا شغالة فيها دي اسمها فرن الحشاش، بتكون سخنة جامد من تحت، فيفضل ان احنا نسخنها وبعد كده نخلي النار من تحت زي كده شمعة شغالة، يعتبر ما فيش خالص، ونخلي جوانب الفرن عالية علشان بس تسوي معانا العيش ويطلع اللون اللي احنا عايزينه، يعني يطلع كده لون ذهبي وحلو، ما تحرقش معانا العيش وما تلسوعوش، ويعني هتكون النتيجة مش مرضية. فنخلي الفرن هادية خالص من تحت بعد ما تسخن، نخليها هادية خالص، ونخلي العيون شغالة من فوق في الجوانب عالية، فتخلي العيش ينفخ معانا بسرعة وياخد اللون التمام اللي احنا عايزينه ونكون راضيين عنه، يطلع معانا قمر زي ما انتوا شايفين. حاجة كده عظمة. بصوا ما بتاخدش ثواني والعيش يكون استوى، بس المهم نركز معاه علشان لو غفلنا عنها ثواني هتلاقوا العيش كده باظ. فيفضل لو انتوا مثلا بتعملوا كميات كبيرة، مثلا اليومين 3 او بتاع، فيفضل انكم اكتر من حد يكون شغال في الموضوع ده، على الاقل تسلوا مع بعض ما تحسوش بتعب. الوقت يعدي بسرعة، العيش يطلع قمر، واحدة مهتمة بالعيش وواحدة بتفرد فيه، هتلاقوا بأمانة القعدة قدام الفرن كده متعة، مش عايزين تخلصوا. طبعا مش عايزة اقولكم القعدة قدام الفرن بيحصل ايه، نميمة للصبح. وبصراحة انا مفتقدة القعدة دي، انا بقعد قدام الفرن اي نعم، بس مفتقدة الحتة دي، قاعدة كده ساكتة مع نفسي. فانا مستنية بس انزل مصر وسيبوها على الله بعد كده. شايفين هنا العيش، بصوا تحفة. فالطريقة سهلة وبسيطة، المهم نركز في الفرن، خلي بالنا معاها خالص علشان العيش ما يتحرقش معانا. وبعد ما العيش يستوي ويبرد تماما نخبيه في كيس بلاستيك. عايزين تعملوا كمية كبيرة وتحفظوها في الفريزر، هتقعد معاكم شهرين مش هيجرالها اي حاجة. هتسيبوها 10 ايام يبقى في التلاجة من تحت، مفيش اي مشكلة، سيبوها 10 ايام حلو خالص، بس ما تسيبوهاش اكتر من كده في التلاجة. عايزين تحفظوها مدة طويلة يبقى في الفريزر. فطريقة العيش سهلة وبسيطة وبأمانة ما بياخدش وقت خالص. ولو عندكم اي سؤال، حابين تعرفوا اي حاجة انا مقلتهاش في الفيديو، ياريت تكتبوها لي في الكومنتات. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.